فين؟ في كنيسة العذراء المعلقة مصر القديمة، كانت هي مجمع اللي هي مجمع الأديان حاليا، دي هي كانت المقر البابوي. ابتدوا يعملوا صوم وصلاة، يا رب احنا محتاجين ننقل الجبل. عدى أول يوم مفيش حاجة حصلت، تاني يوم في اليوم الثالث العذراء مريم ظهرت للأنبا برام في كنيسة العذراء المعلقة، قالت له لا تخف أيها الراعي الأمين، صلواتك ودموعك أنت وشعبك قد استجيبت. اخرج بره باب الكنيسة هتلاقي شخص قصير شايل جرة مية بعين واحدة، ده هيصلي وعنده إيمان وهينقل الجبل. طلع يجري بسرعة ومسكه قال له أنت اسمك إيه؟ قال له أنا اسمي سمعان، أنا راجل بصلح جزم. في يوم جت واحدة ست وهو بيصلح الجزمة بتاعتها، الست رفعت اللبس بتاعها، هو فكر فيها فكر وحش. بعد ما الست مشيت هو تذكر آية بتقول إذا عصرتك عينك اليمنى فاخلعها يهلك أحد أعضائك أفضل ما جسدك كله في جهنم. راح جاب المخراز وراح خلع عينه. طبعا الإنجيل مش قصده بالنص أو بالحرف، لكن هو عشان إنسان بسيط مش متعلم نفذ الآية حرفيا. قال له طالما نفذت الآية حرفيا هتنقل الجبل حرفيا. هنروح كده نلاقي الأنبا برام وقف، القديس سمعان الشعب المسيحي على شمالك المعز، القديس سمعان صلى كيريا ليسون باللغة القبطية رب ارحم، الجبل اتنقل 3 كيلو.